هل الأزمات السياسية فعلا بتوقف سوق العقارات؟ الناس دايما بتتوقع كده، لكن اللي بيحصل غالبا غير كده. الأزمات ممكن تبطئ القرار شوية، لكن ما بتوقفش العقار، لأن وقت القلق الناس بتدور على أصل حقيقي تحط فيه فلوسها. يعني السوق ما بيقفش؟ ممكن الوقوف يبقى لحظي أو تباطؤ شوية في القرار، مش السوق نفسه. العميل ممكن يترد، يستنى أو يراقب، لكن في الآخر بيرجع يسأل أحط فلوسي فين؟ وهنا العقار بيبقى واحد من أوضح الإجابات. طب ليه العقار تحديدا؟ لأن وقت الأزمات الناس بتخاف من التآكل في العملة ومن التقلبات، فبدل ما الفلوس تفضل سايلة كتير بيحولها العقار، لأنه أصل ملموس وقيمته تتحرك مع السوق على المدى الطويل. يعني الأزمات ممكن تزود الاستثمار العقاري؟ بس مش في كل الأنواع. اللي بيزيد غالبا هو الطلب على العقار اللي يحفظ القيمة، أو اللي عليه تشغيل واللي وراه مطور قوي. يعني الفلوس ما بتختفيش، هي بس بتروح للمكان الآمن. يعني الخلاصة يا رفعت؟ الخلاصة إن الأزمات السياسية ما بتقتلش العقار، هي بس بتفلتر السوق، بتخلي العميل أذكى وبتخليه يختار بعناية أكتر. واللي بيفضل قوي في وقت الأزمات هو العقار الصح في المكان الصح والمطور الصح. ابعت لنا رسالة، لأن احنا حاليا في وقت الأزمات، فهي دي أحسن فترة تشتري فيها.